أهلا بيكم في الحلقة السابعة من الكورس، ودي الحلقة اللي هنبدأ فيها الكلام عن التجارة الإلكترونية والأفيليت ماركتينج. يعني إيه أفيليت ماركتينج؟ قلنا قبل كده وخلينا نعيد مرة كمان علشان لو مش فاكرين. الأفيليت ماركتينج هو إن أنا عاوز أتاجر في المنتجات وعاوز يبقى عندي بيزنس أونلاين ببيع فيه منتجات، لكن ما عنديش رأس مال، ما معيش فلوس. فبدخل على موقع من المواقع اللي إحنا هنشرحها زي تاجر، انجزني، بروف، وابتدي ان انا اخد من الموقع ده المنتجات وابتدي ان انا اعرضها عندي وابيعها واخد عليها مكسب او اخد عليها عمولة. ما تقلقش، هنعرف كل حاجة بتتم ازاي خطوة بخطوة من اصغر تفصيلة لاكبر تفصيلة، ما تقلقش من اي حاجة. طيب هو البيزنس ده متاح لمين؟ او مين اكتر حد ممكن يستفاد منه؟ اكتر حد انا شايفه ممكن يستفيد من البيزنس ده هم الناس اللي لسه ما عندهمش شغل معين، ما عندهمش شغل ثابت وعايزين ياخدوا بيزنس خاص ليهم من غير ما يشتغلوا عند حد ويقدروا يكسبوا منه فلوس كويسة جدا. ستات البيوت اللي عاوزين يشتغلوا من البيت، ده اكتر بيزنس حلو ليهم. ستات البيوت زي ما احنا عارفين معارفهم كتيرة، صحابهم كتير، كل الناس اللي علاقاتهم بيهم كتيرة جدا، تقدر ان هي تبيع لهم منتجاتها وتكسب منهم فلوس كويسة جدا. خدي بالك، انت اللي بتختاري المنتجات بتاعتك او انت اللي بتختار المنتجات بتاعتك. عايز تشتغل في الهدوم، تمام. عاوز تشتغل في الشنط، تمام. عاوز تشتغل في الكوتشيات، موجود. عاوز تشتغل في الالكترونيكس او الالكترونيات زي مثلا الايربودز والشاحن والاكسسوارات بتاعه التليفون، كل ده موجود. عاوز تشتغل في المعدات الرياضيه، المعدات والحاجات بتاعه التدريب وكده، برضو موجود. هتلاقي كل اللي انت محتاجه وكل اللي انت عاوزه على المنصه اللي انا هوريها لك، وهنشرح كل منصه منهم بالتفصيل. فمهم قوي ان انت تبقى عارف حجم البيزنس ده شكله عامل ازاي، لانه قادر ان هو يدخل لك الافات كتيره جدا حرفيا. وفي ناس، مش ببالغ والله، في ناس عملت منه ملايين. في ناس من البيزنس ده عملت ملايين من الفلوس. فمهم قوي انك تركز، ومهم قوي انك تعرف هتاخد كل خطوة ازاي. طيب خليني كده اوريك نظرة سريعة على المواقع اللي احنا بنتكلم عليها دي علشان تشوف شكلها عامل ازاي وتبدأ على الاقل تاخد فكرة، وان شاء الله من الحلقة الجاية هنشرح كل حاجة بالتفصيل. فتعالوا كده نبص على المواقع دي مع بعض. ده كده اول موقع معانا وهو موقع تاجر. بص يا معلم، الموقع ده موجود في 3 دول يعني او 4 دول كمان، انا كنت ناسي العراق. تقدر لو انت عاوز تشتغل بيع في مصر هتبيع في مصر. عايز تبيع في السعودية وتكسب بالريال هتعرف تبيع في السعودية وانت في بيتك في مصر. عايز تبيع في الامارات وتكسب بالدرهم الاماراتي هتعرف تبيع في الامارات وانت برضه في بيتك في مصر. عايز تبيع في العراق هتعرف تبيع في العراق وانت برضه في بيتك في مصر. كل ده هتقدر تنفذه عن طريق موقع تاجر. طيب خلينا الاول نتكلم عن السوق المصري، لان ده خليك انت الاول هتبدا في السوق المصري، السوق اللي انت فاهمه وعارف الناس عايزه فيه تشتري ايه. تعالى كده نبص على المنتجات. مبدئيا كده بص الفئات اللي عندك. انت عندك الكترونيات، اكسسوارات موبايل، اكسسوارات كمبيوتر، شواحن، اكسسوارات في العموم. فتعالى مثلا نشوف كده اكسسوارات الموبايل دي شكلها ايه. احنا هنا مثلا عندنا السمارت ووتش الكي 8 الترا، سعرها بيقول لك اقل سعر تبيع بيه 400 جنيه، لو انت بعتها ب 400 جنيه هتبقى كسبان 20 جنيه. طب لو انا بعتها ب 450 هبقى كسبان 70، لو بعتها ب 500 هبقى كسبان 120. قول يا عم هتبيعها ب 450، يعني كل منتج هتبيعه هتكسب فيه 70 جنيه. فدي نقطة مهمة ونقطة كويسة جدا. طيب خلينا ابص على الباقي. عندي مثلا ساعة بشاشة منحنية اكس 10 دي ب 755، لو بعتها ب 755 هتكسب 40، لو زودت عن كده مفيش مشكله، انت اللي بتحدد السعر اللي عاوز تبيع بيه وتقدر تبيع بيه. وبعد كده ايربودز برو 600، ودي مكتوب لك اوريجينال، فهي اوريجينال، هو مش بيبيع لك يعني، فاهمني، هو بيعرفك. وعندك هنا الميني ستيكر برينتر. الميني ستيكر برينتر ده الناس بقت بتحتاجها كتير قوي علشان الناس اللي بتعمل بيزنس في البيت عندهم براند في البيت فعايزين يطبعوا ستيكرات. هو هنا بيقول لك اهو لو بعتها ب 725 هتبقى كسبان 50 جنيه. فدي كده بالنسبه لجزئيه الموبايلات، مش عايزين نقعد فيها كتير. طب خلينا نشوف كده جزئيه الملابس. عندك هنا مثلا اهو هو عامل لك عرض قطعتين بنطلون جينز، تمام، ازرق واسود، عاملين سعرهم بكام؟ سعر الاتنين مع بعض 550 جنيه بس، وانت هتبقى كسبان 20 جنيه. طب لا، ما هو انت اكيد مش هتبيعهم ب 500، انت ممكن مثلا تبيعهم على الاقل وهيبقى سعرهم رخيص 600 جنيه، فتبقى كسبان 70 جنيه في اوفر زي ده. تمام. بناطيل شكلها عادي كويس جدا، والناس بتحب ان هي تشتريهم في العموم. فانت هنا، وكمان هو مديك صور للمنتجات ومديك تصاميم تستخدمها في اعلاناتك. انت ممكن كمان تاخد انت الصور دي وتعمل بيها تصميمات على كانفا. فهتلاقي حاجات كويسه جدا. انت بس محتاج تشغل دماغك كده في البيزنس ده. اهم حاجه لو بتعرف تعمل تسويق هتعرف تبيع كل الكلام ده وهتعرف تكسب منه فلوس حلو قوي. عندك هنا مثلا محفظه ب 200 جنيه، لو بعتها ب 200 جنيه تبقى كسبان فيها 10 جنيه.
عندك هنا الشنطة اللي هي الكروس لو بعتها ب150 تبقى كسبان 10 جنيه، طبعًا أنت ما بتبيعش بالسعر ده، أنت المحفظة دي أقل حاجة هتبيعها ب250 جنيه، الشنطة دي أقل حاجة هتبيعها ب200، 250 علشان تكسب فيها وهتبقى كسبان فيها كويس. عندك هنا الcover بتاع الكوتشي اللي هو السيليكون علشان المطرة والبهدلة وهكذا. عندك هنا ده عرض أنسيال وسلسلة، عندك هنا عرض 2 ساعة، برضه عرض 2 ساعة، عندك هنا سلسلة، وعندك هنا بنطلون جينز، محفظة جلد. هتقلب كده هتلاقي حاجات كتيرة جدًا، محفظة، ساعة، ساعة، دي شنطة، دي برضه شنطة، الكابل مروحة، شنطة الgym، كل الحاجات دي أنت تقدر تستخدمها وتبيعها أونلاين وتبدأ إن أنت تكسب منها فلوس. طيب في إيه كمان؟ في عندنا الصحة والجمال لو هنتكلم مثلًا للستات. في هنا مثلًا كحل الأسمد الأصلي ب265، الست هتبقى كسبانة فيه 20 جنيه، فأنتِ ممكن تبيعيه أغلى من كده. عندِك هنا فرشة مساج الراس معمولة ب1020 وأنتِ هتبقى كسبان 20 أو أنتِ كسبانة 20 فممكن تبيعيها بأغلى من كده. عندك هنا الwireless هيستريتور، الwireless ده اللي هو زي المكوة السيراميك كده بس دي wireless من غير سلك يعني شاحن، برضه ممكن إن هي تتشال معاكِ في الشنطة، تاخديها معاكِ في أي مكان برّه، علشان شعرِك لو اتكسّر أو حاجة وعاوزة تضبّطيه تبقى معاكِ طول الوقت، دي سعرها 725 والست هتبقى كسبانة فيها 25 جنيه، لأ أنتِ كمان ممكن تبيعيها ب800 جنيه والناس هتشتريها لإن هي سعرها في العموم عالي، تمام؟ ففي منتجات كتير أنتِ ممكن تشتغلي عليها، عندِك هنا الpumpkin seed oil وعندِك الDr. Smash menthol، فأنتِ طبعًا المنتجات اللي أنا مش فاهم فيها حاجات كتير دي، أكتر ناس تبقى فاهمة فيها الستات، عارفة هم عاوزين يبيعوا إيه، أو لو حد راجل شغال في منتجات التجميل أو عنده خبرة في المجال ده، هيبقى برضه عارف الحاجات دي إيه، وعارف بتتباع بكام، وعارف إزاي هيقدر يكسب منها. فأنت هنا هتلاقي منتجات كتير جدًا تشتغل عليها، إحنا لو رجعنا كمان للصفحة الرئيسية، هتلاقي منتجات كتير جدًا مختلفة، هتلاقي عندك أهو الساعات، لعبة النطاطة بتاعة الأطفال، وعايز أقول لك إن اللعبة دي بتتباع غالية جدًا برّه، يعني أنت لمّا تبيعها ب650 جنيه وتكسب فيها 50 جنيه ده offer كويس أوي، وكل الأبهات والأمهات بيشتروها حاليًا لأطفالهم، فدي حاجة من المنتجات اللي بتتباع كتير جدًا وتقدر تكسب فيها كتير جدًا، وده عن خبرة لإن أنا باكلمك عن حاجة أنا عارفها. الأبهات والأمهات الفترة دي بيشتروا المنتج ده بشكل مجنون. وعندك هنا كرسي بمسند لتعليم الأطفال، برضه الناس بتشتري الحاجات دي. وعندك هنا طبعًا دي السماعة الairpods، هنا جوانتي كشاف، هتلاقي حاجات كتير أوي أنت ممكن تستخدمها وتبيعها. طيب تعالَ كده نشوف الحاجات الأكثر مبيعًا، لو أنا عايز أدوّر كده على الأكثر مبيعًا، الحاجات دي كانت موجودة بس أنا مش فاكر راح فين، ثواني كده أدوّر لك على الأكثر مبيعًا. أنا علشان بقى لي كتير ما فتحتش الموقع، فمش فاكر أماكن الحاجة، ولكن خلّيني كده أشوف لك الأكثر مبيعًا دي راحت فين. أهي المنتجات الأكثر مبيعًا، خلّينا كده بقى نجيب عرض الكل، نشوف إيه أكتر منتج بيتباع. هو أكتر منتج بيتباع دلوقتي الSamsung Galaxy Buds 3 Pro الSIM Original، وبتتباع ب700 جنيه والناس بتبقى كسبانة فيها 60 جنيه، ده أكتر منتج بيتباع على الموقع حاليًا. وتقدر إن أنت تبيعه، تمام، فأنت هنا عندك حاجات كتير تقدر إن أنت تبيعها، في حاجات كتير تقدر إن أنت تكسب منها فلوس، فتعالوا بقى مع بعض الحلقة الجاية هنبدأ نشرح الaccount بتاع تاجر، وبعدها هنشرح الaccount بتاع social proof. خلّيني برضه كده أورّيك الaccount بتاع proof affiliate بسرعة من غير كده ما نطوّل. أنت هنا برضه بتسجّل account بشكل عادي جدًا، هنشوف كل ده مع بعض، فخلّينا كده نشوف account proof. كل دي كوتشيات أنت تقدر تشتغل فيها، خُد بالك إن الموقع ده من أحسن المواقع اللي لو أنت عاوز تتاجر في الأحذية ممكن تتعامل معاها، هتلاقي عليه كل الكوتشيات اللي طالعة trend وكل الكوتشيات اللي الناس حاباها، يعني مثلًا عندك الكوتشي الnaked wolf ده كان عامل قلق والناس كلّها عمّالة تتكلم عليه على تيك توك، فهو هنا موجود، أنت لو بِعته ب1200 جنيه هتكسب فيه 250 جنيه في القطعة الواحدة، فده رقم جامد جدًا تقدر إن أنت تكسب منه كتير أوي. وزي ما أنت شايف بقى عندك كوتشيات أشكال وألوان، يعني أنت حرفيًا ممكن تفتح page تعتمد فيها على الموقع ده بس اللي هو proof، تاخد منه الأحذية بتاعتك وتبتدي إن أنت تشتغل وتبيع منها، هتلاقي كل أشكال وأنواع الأحذية اللي أنت ممكن تفكر فيها، فبرضه ده من المواقع الكويسة جدًا اللي يقدر إن هو يدخّل لك فلوس حلوة جدًا.
طيب علشان ما نطوّلش مدة الحلقة دي وخلاص، أنت كده شُفت معايا وخدت فكرة عن المواقع، تعالَ بقى على الحلقات الجاية هنشرح كل موقع بالتفصيل علشان تقدر إن أنت تشتغل عليه وتكسب منّه فلوس. أشوفكم الحلقة الجاية.